السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وبعافية. رجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. خوش geldiniz, ne dersiniz saatiyiz? İnşallah çok iyisiniz. نورنا وخنيت نيت مسز باشتغل فيديو مزسيدا بقن ونرجع لفيديونا اليوم وياكم. طبعا فيديونا اليوم لا هو الوقت المناسب إله ولا هو اليوم المناسب إله حتى نزله، حتى خلص العيد وخلص الرمضان، يعني صار أسبوع من خلصان العيد واني هسه ونرد أنزلكم روتين أول يوم العيد وآخر فطور إلنا برمضان. سبب تأخير إلكم وسبب هاي الأيام اللي ما نزلت جماعة الأنستا يعرفون كنت اسم الله عليكم كلش مريضة من ثاني يوم العيد الحد قبل يومين طلعت الكانونة من إيدي، لهذا السبب تأخرت عليكم كل هذا الفترة. أتمنى تعذروني وما تاخذون بخاطركم، لأنه هذا الفترة كلها ما نزلت لكم فلوق العيد وما شاركته وياكم، بس شاركته بالأنستا ويا جماعة الأنستا، لأن اسم الله عليكم مثل ما قلت لكم كنت كلش مريضة. يعني يصير فترة يفوت وأني ما أتمرض؟ لا مستحيل، لازم أتمرض حتى لو فلاونزا عادية، لو فلاونزا قوية. بس هالمرة هاي الفلاونزا يعني مو كانت فلاونزا، يمكن كانت كورونا متحورة هالقد ما لزقت بيا، ولحد اليوم والله العظيم أني بعدني لا أتنفس زين اسم الله عليكم ولا بلاعيمي طابت. شنو من هاي الفلاونزا ما أعرف. البداية عبالي فلاونزا عادية، أخذت له حبوب مال نشلة مال كونجستال، وأخذت كبسولة التهابات، وأخذت بنادول، يعني قلت فلاونزا عادية أطيب. هاي أو ثاني يوم العيد كان بالضبط، فماكو نتيجة نهائيا. ثالث يوم العيد كذلك الحال. ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد أني مستمرة أخذ علاج، ماكو أي نتيجة، ماكو أي فايدة، مجرد بس يسكت الألم ويرجع وراها يهيج كأنما أصلا ما ماخذ علاج. من أهيج يعني من اللي يلزمني السخونة والرجفة والهاية، بس من ناخذ علاج لا عبالك أصلا ما بيه شيء بلحظة العلاج، بس ساعات العلاج. فوالله شفت ماكو نتيجة، خلاص ثالث يوم العيد خلص العيد رحت للدكتور كتب لي أبار 6 أبار أبو 500، وكتب لي بس حبوب مال الحساسية حتى أهدأ وأقدر أتنفس. هيك أخذت العلاج ورجعت البيت، يعني وأنا قاعد أخذ العلاج رجعت البيت، وهنا كملت باقي العلاج. جيت هنا رحت الصيدلية الثانية همينة وكملت كورس ثاني للعلاج. إن شاء الله بالفيديو الجاي أشرح لكم باقي التفاصيل. هسه نرجع للفيديو. أنا طبعا حكيت هواي ودوختكم بمرضي، بس حبيت شوي أوضح لكم من يعني من المرض، حتى ليش لا تقولوا ليش غبتي هالقد مضرغام علينا، ليش تأخرتي وليش ما نزلتي فلوق العيد. مثل ما شفتوا ببداية الفيديو قاعد نفطر، مسوين إفطار جماعي. مثل ما قلت لكم أنا أبقى ببيت أخويا، وكل واحدة من خواتي تجيب أكلة وتجي بيدها ونتجمع ببيت أخويا سوا، حتى لا حد يزعل ولا حد لا أروح ببيته أبقى وببيت فلان ما بقيت زيادة وببيت فلان ما بقيت زيادة، فأبقى ببيت أخويا هم كلهم يجون يلتمون هناك. خواتي اثنين الكبار كانوا مسويات كبة، وأختي اللي كانت مسوية دجاج وتمن، جابوا فطورهم وجو. ثاني يوم أختي الكبيرة سوت ثواب عرفات إحنا نقول عليها، بيوم المقبرة يعني، ردنا نوزعه ونروح للمقبرة، بس صادف مطر كلش قوي ما قدرنا نروح، حتى أخذوا الثواب اللي سويناه وزعوه بالسيارة، ثواب على روح أم وأبويا. يعني هذا الثواب كان قبل العيد بيوم بالضبط، سوينا هذا الثواب ووزعناه على روح أم وأبويا وعلى روح جميع أمواتنا يا رب، ربي يتقبلها من عندنا يا رب. أختي الكبيرة أخذت فخاذ، بس فخاذ ذبح وسلقته ببصل وملح وماجي وشوية ليمون دوزي خلت له. من بعد ما استوى الفخذ هي راحت صارت عندها شغلة، أنا قمت صفيت الفخذ واحد واحد من الجدرية وقليتهن بزيت عادي، وبعدين سويت تمن أصفر وخليت فوقه كشمش إيراني وخلينا الفخذ فوقه ووزعنا، وربي يتقبلها يا رب. هذا كان ثوابنا قبل العيد بيوم. ما قلت لكم كان مطر كلش قوي، حتى مثل ما تشوفون قاع المقبرة يعني مبللة، فما قدرنا نجي للمقبرة. ثاني يوم العيد الصبح قبل الريوق أول ما قعدنا من النوم اجينا للمقبرة، وجينا نعايد أمي وأبويا همينا ونزورهم ونشوفهم، ومن بعده نروح نكمل يومنا ونبلش بأيامنا مال العيد. طبعا كنت مصورة تكبيرات العيد قبل لا نروح للمقبرة، بس هسه خليته بالفيديو ما أدري ورا ما رجعنا من المقبرة.
من بعد ما رجعنا من المقبرة رجعنا على بيت أختي الكبيرة، وبيت أختي اللي هم جو هناك، يعني كلنا همينا تجمعنا بهذا بيت أختي الكبيرة. وأخويا جا من الدوام بهذا اليوم. طبعا مثل ما قلت لكم، إجا الصبح وصل انتظرنا ورحنا للمقبرة ورجعنا وسوينا ريوق العيد. هذا كان ريوقنا الجماعي مال العيد. سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. ربي يديم جمعتنا ولمتنا. من بعد ما خلصنا ريوق رحت سبحت ضرغوم وكيونة حتى لبسهم ملابس اليوم اللي قلت لكم أنا اشتريه، يلبسونه بعصرية العيد أو بمصباح العيد من ما يطلعون للعب أو شيء بالبيت يلبسونه. أنا كنت مسبحتهم من هم زينة، وتذكرون من جيت يعني يم خواتي. فهالمرة بس هيك سبحة العيد الحلو اللي هيك تحس حتى يحسون بشعور العيد. سبحتهم ولبستهم هاي السيتات الشكل، قلت خلي أراويكم جمال السيتات عليهم وأشوف لكم زيانهم شلون مزينين وشلون مسوي لهم أبوهم طبرات. هم فرحانين كلش بالزيان مالتهم، لأني كانوا يزينون بس مال المدرسة، يعني ما يخلون هيج طبرات. فهسه مزينين ومخلين طبرات ما مصدقين روحهم. وأنا لبست الدشداشتي الجميلة الأنيقة اللي مخيطتها، وهنا بهالشكل شوفت لكم السيت مالتهم. هسه وين ينطلقون يجوعون عيديات، بس أنا نسيت أصور لكم فقرة العيديات. لو شايفينه كان خربت وضحك والله العظيم. جهال أختي الكبيرة وجهال أختي الوسطانية وجهالي، كل واحد يحسب شقد جمع عيدية، ويا واحد عيديته أكثر من الثاني. وأنا هنا قاعدة أشوف لكم فصال دشداشتي الجميلة، شونة وخياط والإيد بلاستيك. ما أحكي لكم جمال الخياط يجنن. أنا كلش أحب هيك دشاديش لأن تكون مريحة وحلوة، خصوصا من خياطة مضبوطة تخيط بشكل يجنن. ما أحكي لكم والله العظيم، أنا لين حابة خياطة ولين حابة هالشي. تعرفون أنا طبعا من أحب شي لازم أوصله لكم وأمدح بيه ومن كل قلبي والله العظيم. أنا من أحب شي أحب أشاركه وياكم همينه، وشي يعني مضبوط وزين. باختصار يعني من يعجبني الشغلة ومن أحب شغلة ويطلع على مرامي ومضبوطة وحبيتها، دائما أحب أوصل الفكرة لكم وأشاركه وياكم وأنطي حق الشيء اللي أنا حبيته والشيء المضبوط اللي من صدق يستاهل المدح ويستاهل الوصف. بعد ما خلص فقرة العيديات وفقرة الضحك على الجهال، وواحد يحسب عيديته هذا أكثر يقول هذا أني أكثر، يعني والله لو صارت لكم كان خربت من الضحك ويانا. يعني يحسبون هذا يقول أنا مالتي أزيد العيدية وهذا هيجي، ما أحكي لكم خربنا من الضحك. هم 9 أطفال كلهم على بعضهم. فهيجي هنا اجينا نصب أكل العيد. إحنا عندنا عادات وتقاليد التركمان. أنتوا بنات التركمانيات قولوا لي نفس عاداتنا شلون؟ أكو أهل البصرة يأكلون مصموطة بالعيد. أكو ناس يعني كل مدينة وعاداتها وتقاليدها بيوم العيد وبأكل العيد. أما إحنا بالنسبة اللي إحنا كعاداتنا وتقاليدنا بيوم العيد، الريوق ناكل قيمة وكاهي، من بعد نتغدى فاصولية وتمن وطرشانة وحشو. هاي عاداتنا وتقاليدنا إحنا التركمان، هيك لازم يكون أكل العيد عندنا. لازم عندنا مميز أكل العيد بيوم العيد، لازم نطبخ فاصولية وتمن وطرشانة، يعني ضروري. إذا ما يصير يعني إذا ماكو ما يصير هذا أكل العيد. مثل ما شفتوا أكلنا أكل العيد الجماعي التركماني اللي يخبل بلمة خواتي وجهال خواتي ونسابتنا كلنا. ربي يحفظنا ويديم لمتنا وجمعتنا يا رب. سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. هنا من بعد اجيت أغسل المواعين. أختي اللخة اجت تساعدني، قالت ما يصير تغسلين وحدش، لأن أنا غسلت كل مواعين الريوق وقلت له ما يهمني أغسل مال الغدا عادي عندي. تعرفون أنا طبعا أحب التعزيل، أحب كل شيء، أحب المواعين فما أدير بال، أحب أغسل. فهي ما خلتني، قالت لي ساعدك. شوف ما مقيدتني كل ساعة تردها وترجع لي. شوفي شلون مقيدتني، مقيدة حركتي أصلا ما أقدر أغسل. بس شو أسوي، لحت هواية وعفتها. مو صح زينين من عندي أصلا عفتها. فوق ما جاية تساعدني. هيك شكل يخلص يومنا الأول يوم العيد. ما طلعنا برا ولا رحنا المنتزه ولا رحنا لأي مكان، قعدنا بالبيت وبجمعة العائلة وبلمة الحبايب. خلصنا يومنا أول يوم العيد. لهنا أنا أحب أقول لكم وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى يا رب عجبكم الفيديو وحبيتوه واستمتعتوا ويانا. فيديو جديد مع ألف سلامة.